زمان كنا بنسمع إن السياحة في أفريقيا محصورة بين 3 دول: مصر بجمال أهراماتها ونيلها، جنوب أفريقيا بسفاريها وطبيعتها، وكينيا بروحها الأفريقية الصريحة. دول سيطروا على السياحة في القارة لعقود، لكن فجأة في أول 6 شهور بس من سنة 2025 بلد واحد قلب الطاولة: المغرب. مش قلب الطاولة بس، ده خد الكرسي وقعد فوقه. ب 8.9 مليون سائح و3.7 مليار دولار دخل سياحي، المغرب مش بس تصدر أفريقيا، لأ، سبق الكل بأريحية. إزاي وإمتى وليه دلوقتي؟ دي مش أرقام طلعت فجأة، دي نتيجة تفكير استراتيجي بدأ من سنين. والمهم هنا مش بس إن المغرب نجح، لكنه عمل ده من غير ما يكون عنده سفاري زي كينيا، ولا شهرة الأهرامات، ولا التسويق الغربي اللي بيستفيد منه جنوب أفريقيا. المغرب اشتغل بطريقة مختلفة، وعارف يوصل للعالم من بوابة تجربة مش الفرجة. كتير مننا لما بيسمع سياحة في المغرب بيتخيل الأسواق بتاعت مراكش أو أطباق الكسكس والطاجين أو شوية صور للصحراء والجمال. لكن الواقع إن السياحة المغربية حالياً بقت منظومة ضخمة بتتحرك بتخطيط واضح، ومبنية على 3 مستويات: تطوير البنية التحتية والربط الجوي، استهداف أسواق جديدة خارج أوروبا، تقديم تجربة سائح متكاملة بتخاطب كل أنواع المسافرين. الفيديو ده مش مجرد إشادة بإنجاز مغربي، ده تحليل لحالة نجاح ممكن تتكرر في أي بلد تاني في القارة لو فهمت اللعبة وتعلمت من اللي حصل. المغرب مش بس نجح في جذب الزوار، المغرب بقى موضة. والسؤال اللي باقي: أنت هتفضل تتفرج ولا تبدأ تتحرك؟ معظم الدول الإفريقية بتعتمد على أوروبا كمصدر للسياح، وده منطقي: القرب الجغرافي، اللغة، والتاريخ الاستعماري. المغرب قال شكراً، بس مش كفاية. اتوجه شمالاً وغرباً وشرقاً، فتح على أمريكا الشمالية، على الخليج، وعلى آسيا. شركات الطيران زادت خطوطها، الرحلات اتكثفت، لو كوست كاريرز دخلت السوق، والتأشيرات بقت أسهل من الأول بكتير. يعني لو أنت أمريكي، تسافر الدار البيضاء أسهل من روما، ولو أنت خليجي، عندك رحلات يومية بتوصلك مراكش في 6 ساعات. وده عمل نقلة مش بس في الأعداد، لكن في نوعية السائح نفسه. بقى فيه مسافر جديد، بيصرف أكتر، بيطلب جودة أعلى، وعايز يعيش تجربة فريدة، والمغرب جاهز له. السياحة مش بس صور حلوة، دي ماركتينج عالمي مدفوع بحرفنة. من أقوى الأسلحة اللي المغرب استخدمها التسويق، مش بالطرق القديمة. مفيش منشورات مطبوعة ولا دعايات مملة في المطارات، لأ، في بارتنرشيبس مع انفلونسرز عالميين، في ترافل بلوجرز بينقلوا كل تفصيلة من قلب فاس أو مراكش، في يوتيوبرز بيتكلموا عن تجربة الصحراء أو الطعام المغربي أو الأسواق. غير كده، المغرب دخل في شراكات مع شركات سياحة فاخرة في أوروبا والخليج علشان يقدم باقات كاملة: رحلة، إقامة، تجربة. النتيجة إن المغرب طلع في المرتبة ال7 في عمليات البحث على جوجل كوجهة سياحية مفضلة للأمريكان في صيف 2025. وده مش رقم بيتقال كده، ده معناه إن آلاف الناس يومياً بيكتبوا موروكو تريب وبيفكروا يسافروا. واحدة من أخطر الغلطات اللي بتقع فيها بلاد كتير إنها تبيع مكان، لكن المغرب باع تجربة. أنت مش بتزور المدينة القديمة، أنت بتعيش فيها. مش بتتصور جنب الجمال، أنت بتنام في خيمة في الصحراء وتصحى على صوت الرياح. من مراكش واللي بقت هب للويلنس ريتريتس، لجبال الأطلس اللي بقت وجهة للمغامرين، لمدن زي شفشاون اللي اتحولت لحلم كل مصور. والموضوع ما بقاش مقتصر على نوع واحد من السياحة. في سياحة ثقافية، سياحة بيئية، سياحة تذوق وأكل،
سياحة رقمية للديجيتال نومادز، وسياحة فاخرة جدا للطبقة العليا. وكل ده بتسعير متنوع يخلي السائح المتوسط يقدر يعيش تجربة ممتازة، ويخلي السائح الغني يدفع براحة. من غير مطارات مجهزة ولا طرق سالكة ولا فنادق محترمة مفيش سياحة. وده الملف اللي المغرب دخله بجدية. اللي حصل في مطار مراكش لوحده يشرح كتير: توسعة، تنظيم، أكشاك ذكية، وربط مباشر بالمدن التانية. مطار هجدير، كازا، طنجة، كلهم اتطوروا. الطرق السريعة اللي بتربط المدن السياحية بقت أسرع من زمان، والخدمات موجودة في النص: بنزين، مطاعم، استراحات. حتى الريف اللي كان بعيد عن عين السايح بقى فيه مشاريع إيواء صغيرة بطابع تقليدي، لكن فيها كومفورت حديث. السياحة الداخلية نفسها انتعشت، وده عمل دورة اقتصادية كاملة حوالين القطاع ده. زمان كانت مراكش هي كل حاجة، دلوقتي التورتة اتوزعت وكل مدينة بقت بتقدم ميزة. مراكش أبي سنتر للثقافة، الترفيه والفخامة. أغادير شواطئ وسياحة استجمام فيها منتجعات كبيرة. شفشاون جمال بصري ساحر، سياحة إنستجرام بامتياز. فاس تاريخ وتعليم وثقافة. طنجة وجهة جديدة فيها سيتي لايف وموقع استراتيجي. الدخلة صعدة بقوة في رياضات البحر وسياحة المغامرات. ده خفف الضغط على المدن الكبيرة وفتح فرص جديدة في مدن ما كانتش بتدخل خريطة السياحة. وده نجاح سياسي قبل ما يكون اقتصادي. في دول بتشتري نفوذ بالسلاح، المغرب بيشتغل على السياحة كأداة دبلوماسية. السايح اللي بيجي بلدك بيخرج منها بانطباع، ولو شاف تنظيم، ترحاب، تنوع، بيبقى سفير ليك وهو راجع بلده. المغرب فهم اللعبة دي واشتغل عليها بهدوء. كل منتدى اقتصادي، كل زيارة رسمية فيها شق مرتبط بالترويج للسياحة. حتى الاتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية وآسيا فيها بنود تخص النقل والسفر. البلد بقى فاهم إن السياحة مش رفاهية، دي influence. اللي المغرب عمله مش معجزة، لأ، ده نتيجة قرار سياسي حقيقي إن السياحة لازم تبقى أولوية. الدول التانية عندها طبيعة أضرب وتاريخ أقدم وأسعار أرخص، بس مفيش إرادة، مفيش خطة. كل ما نسأل ليه ما بنعملش زي المغرب نسمع الرد: ما عندناش ميزانية. وهو ده الفرق. المغرب ما استناش يبقى غني علشان يطور السياحة، استخدم السياحة علشان يبقى غني. وفي نفس الوقت ما قلتش حد، ما عادش يقول نعمل زي أوروبا، لأ، قرر يشتغل على الهوية المغربية: الأسواق، الموسيقى، اللبس، الفن، الأكل. حتى الفنادق الجديدة بتتبني على شكل رياض مش ناطحات سحاب. دي رؤية. إفريقيا فيها كنوز منسية: بحيرات في أوغندا، سواحل موزمبيق، معابد السودان، مدن تاريخية في الجزائر وتونس، مهرجانات نيجيريا، لكن كلها نايمة مستنية حكومة تصحى وتشوف اللي حصل في المغرب. المغرب بيقول للكل: أنا وريتكم الطريق. السؤال: مين عنده الجرأة يمشي؟ لو عجبك المحتوى ده ما تنساش تبعته لصاحبك اللي بيشتغل في السياحة، أو للحكومة لو تعرف حد فيها. وانت لو كنت بتفكر تزور المغرب يبقى الوقت جه. الفيديو ده مش إعلان، ده دعوة للتفكير. خليك واعي، لأن اللي بيحصل في شمال إفريقيا دلوقتي ممكن يغير وجه القارة كلها.